من جيل الرواد في الهندسة الإذاعية المهندس طاهر أبو السعود. هي مقدمة البرامج الأشهر في التلفزيون المصري منذ بدء إرساله، هي السيدة ليلى رستم. تحية إلى الإعلامية القديرة ليلى رستم، تحية إلى أشهر البرامج العربية على الإطلاق، نجمك المفضل. مخرج تلفزيوني من الرعيل الأول، بدأ عمله كمذيع بالبرنامج الإنجليزي بالإذاعة المصرية. أخرج للإذاعة والتلفزيون العديد من أفضل المسلسلات والسهرات التلفزيونية. المخرج ميلاد بسادة. من أهم من تولوا مسؤوليات إعلامية في مجال الأخبار في التلفزيون المصري، من أهم وأبرز قارئي النشرة في التلفزيون المصري الأستاذة زينب الحكيم. الرائد الإعلامي القدير انطلق عبر أثير إذاعة صوت العرب ببرنامج الحب الحياة الأمل، ثم أطل على الشاشة التلفزيونية بعدد من البرامج السياسية والثقافية، بعالم الحيوان بفنانين من مصر، بصباح الخير يا مصر، الإعلامي القدير محمود سلطان. هو أستاذ من أساتذة الحوار الهادئ، قام بإعداد الكثير من البرامج، ومن أشهر برامجه 2 على الهوى مع المذيعة اللامعة منى جبر، ولكنه للأسف الشديد اعتذر عن الحضور لسفره خارج البلاد، ولكن هذا لا يمنعنا من تكريم اسمه المذيع طارق حبيب. نص ساعة من وقتك كانت البداية كإعداد عزيزي المشاهد، كإعداد أيضا مع أماني ناشد، النادي الدولي مع سمير صبري، حتى اختارته الإعلامية القديرة سامية صادق ليأتي لنا صوت وصورة في أم كلثوم عصر من الفنون، فأشاد به صلاح منتصر وكتب عنه: كان واثق الخطوة يمشي ملكا. هو الليلة حديث المدينة الإعلامي القدير مفيد فوزي. بدأت عملها مذيعة ومقدمة لبرامج التلفزيون منذ بداياته، وتألقت وانتقلت للعمل بالسينما في العديد من الأعمال السينمائية المتميزة الأستاذة منى جبر، ويتسلم التكريم نيابة عنها نجلها الأستاذ تامر المصري. رائدة البرامج الجماهيرية، صاحبة الحوارات الساخنة التي فجرت من خلالها الكثير من الموضوعات وعالجت أيضا قضايا هامة في مصر. من أهم برامجها سلوكيات، الإعلامية القديرة ملك إسماعيل. من أوائل من قدموا برامج في التلفزيون المصري، قدم برنامج النادي الدولي، قدم برنامج هذا المساء، هو من أهم برامج المنوعات في التلفزيون المصري، هو دائم البهجة والضحكة والابتسامة، سمير صبري. من أبرز مخرجي الدراما الاجتماعية، أخرجت الكثير من الأعمال التي ناقشت على وجه التحديد قضايا المرأة التي طالما شغلتها. لحظة اختيار اللسان المر، ومن الأفلام التلفزيونية ترويض الرجل، القانون لا يعرف عائشة، المخرجة علوية زكي.
هي مخرجة مبدعة، ويكفي أن نقول أنها أخرجت لنا أم كلثوم إنعام محمد علي. الفن معه طائر حر لا يستطيع أحد أن يقيده أبداً. قدم مع الراحل أسامة أنور عكاشة ثنائياً رائعاً، وترك الكثير من البصمات في أذهان الجماهير المصرية والعربية. الشهد والدموع، ليالي الحلمية، عفاريت السيالة، المصروية، حدائق الشيطان، أعد النهار، شارع المواردي، والكثير. المخرج إسماعيل عبد الحافظ. رئيسة القناة الأولى سابقا والكاتبة المبدعة الأستاذة كوثر هيكل. بدأ في حقل الإخراج التلفزيوني، أخرج للشاشة الصغيرة الكثير من الأعمال: القاهرة والناس، أبو العلا البشري، عصفور النار، أحلام الفتى الطاير، الراية البيضاء، بابا عبده. المخرج محمد فاضل. هو رائد من رواد الأفلام التسجيلية في مصر، تخرج وتعلم على يديه جيل من أفضل مخرجي الأفلام التسجيلية المصريين، الأستاذ علي الغزولي. إحدى رائدات العمل الإعلامي في التلفزيون المصري، قدمت أفلاما وثائقية وتسجيلية من أجمل الأفلام، وهي أيضا من قيادات العمل الإعلامي الدكتورة فريدة عرماني. قدمت أهم وأبرز الأفلام التسجيلية في تاريخ التلفزيون المصري، حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات عالمية، الأستاذة سميحة الغنيمي. لأن الموسيقى معه هي لغة الأرواح، قدم الكثير من المواهب من خلال المسلسلات والأعمال الدرامية. من منا ينسى موسيقى أرابيسك ورأفت الهجان؟ من منا ينسى غواص في بحر النغم العملاق عمار الشريعي؟